بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وامسيه كرويه جديده مع حضراتكم في هذه الليله. مكسب وفوز معنوي مهم جدا لمنتخبنا الوطني على منتخب زيمبابوي بهدفين لهدف. في البطولات المجمعه مهم جدا ضربه البدايه علشان بتفرق معاك من الناحيه النفسيه ومن الناحيه المعنويه. عندك ايجابيات ظهرت، عندك مشاكل وسلبيات تقدر تشتغل عليها. المكسب مهم في ده، بس اهم حاجه انك ما تصدقش فكره المكسب بس وتشتغل على السلبيات. مبروك، المكسب مهم جدا بالنسبه لنا يتبني عليه، بس لازم واحنا في عز ما احنا ما كسبانين ناخد بالنا من سلبيات كتير حصلت في مباراه النهارده. هنتكلم فيها بكل تاكيد، وعندنا النهارده امسيه كرويه حلوه وممتعه مع نجومنا اللي مشرفينا ومنورينا اللي هنرحب بيهم. كابتننا الكبير كابتن مصطفى عبده. كابتن مصطفى، اهلا وسهلا. ازيك يا هيما؟ مساء الجمال. اخبارك ايه؟ تمام. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله في نعمه. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. الله يكرمك يا حبيبي. كابتننا الكبير اللي اول مره بيشرفنا وينورنا الكابتن محمد رمضان. يا كابتن رمضان، اهلا وسهلا بحضرتك. الساده المشاهدين، سعداء جدا بوجودك معانا يا كابتن رمضان. انا اسعد ان شاء الله. قعدنا نقنع في الكابتن رمضان كتير جدا عشان نقول له يا كابتن رمضان لازم تطلع معانا ولازم نتكلم في الكوره. ها؟ الحمد لله ظهرت وابقى حاجه كويسه يعني. ان شاء الله باذن الله. دايما نشرف بك يا كابتن رمضان. وضيفنا دايما اللي بيشرفنا وينورنا كابتن اسماعيل يوسف عاد الينا من جديد. يا حبيب قلبي يا هيما، ازيك؟ الحمد لله على السلامه. احنا كنا مش متفقين على كده. طولت كان 3 شهور. معلش. ليه 3 شهور و10 ايام؟ منور يا كابتن اسماعيل. ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. نجمنا الكبير كابتننا الكبير كابتن هاني رمزي. كابتن هاني اهلا وسهلا بحضرتك، منور الدنيا كلها. حبيبي ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ زي الفل يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. نجمنا وكابتننا الكبير ايضا كابتن اسامه النبيه. كابتن اسامه، مساء الجمال. ازيك يا هيما؟ عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك ايه؟ يا رب دايما في افضل صحه حبيبي وحال يا رب. ربنا يخليك. ام حسن، مساء الجمال يا عم حسن. صباح الفل يا كابتن. ازيك يا دارش؟ يا كابتن. اخبارك يا دارش؟ نعم والله، كله زي الفل الحمد لله. طيب، الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك ويبارك في مصر كلها، ويا رب دايما يا رب نفرح، وان شاء الله باذن الله كمان نشتغل اكتر واكتر. وانا عارف الناس ممكن يبقى عندها كلام كتير النهارده في الملعب وفي المكسب. عارف ان في ناس تقول لك يا عم ما تبالغش في الفرحه. احنا لا هنبالغ لا هنهول ولا هنهون، احنا هنتكلم بمنطقيه وموضوعيه بشكل يبقى فيه دعم كبير جدا لمنتخبنا الوطني، والدعم جزء منه له علاقه بانه احنا جوه البطوله، فده شيء مهم جدا، وان احنا كسبنا فنقدر نعمل بناء كويس للمنتخب. على فكره المنتخبات في البطولات المجمعه دايما بتتطور ويزداد ادائها من ماتش للتاني. فلو انت مش راضي عن اداء المنتخب النهارده او خايف من اللي جاي، انا معاك، ما عنديش مشكله، بس لازم تفهم انه واحده واحده الدنيا تمشي كويس ان شاء الله باذن الله. كابتن مصطفى، خلينا ابتدي مع حضرتك. عاوز اقول ايه؟ لا بقى، رايك ايه في الماتش؟ واتكلم، مش عايز اقول بص، هو رايك النهارده الحمد لله احنا كسبنا. النتيجه النهارده اهم من الاداء. لو في اداء تبقى نتيجه واداء، انما النهارده بالاداء اللي احنا بنلعبه ده كويس ان احنا كسبنا. احنا مش في حالتنا خالص. في نفس الوقت كسبان. اول مباراه تكسبها دي بتفرق معاك كتير قوي قوي قوي. صحيح. على اللي بتضمن انت عندك في 3 في كل ما هيختاروا 3 من احسن توالد. فيبقى عندك يبقى عندك النهارده عندك فرصه انك تلعب، كسبت ودخلت، يبقى عندك 3 نقاط، وبعد كده عندك في ماتشات تانية تقدر تعوض فيها. وده انا عاوز اقول ان الفرقتين التانيين انجولا وجنوب افريقيا، لا دي فرقتين جامدين قوي. جامدين قوي. فاحنا الحمد لله احنا لعبنا مع زيمبابوي وطلعنا بالنتيجه دي. والحاجه كويسه قوي الايجابيات فيها، انت طالع اول هاف تايم خسران وبعد كده تتعادل وبعدين تكسب. ففي ايجابيات كتير النهارده رغم ان في سلبيات. يعني النهارده امام عاشور خرج ليه؟ ما دي علامه استفهام. طبعا لو هو بيعاني من اصابه ولا حاجه زي كده خلاص. لحد دلوقتي مش جاي لنا اي معلومه عن اصابته. ما انا عشان كده انا استغربت وامام طالع ماشي على رجليه. ففي حاجات النهارده المفروض ياخد الايجابيات دي ويبني عليها الماتشات اللي جايه قوي قوي قوي. كابتن رمضان، خلينا ناخد من حضرتك برضو عنوان ورايك ايه في المباراه. هو في المباريات اهم حاجه بالنسبه للناس كلها النتيجه. فالنتيجه ايجابيه بالنسبه لنا يعني. عظيم. لكن السلبيات اللي موجوده في المباراه مش عايزين نقول كتيره، لكن احنا ده اول ماتش في البطوله. فعادي ان يبقى في سلبيات زي ما الكابتن مصطفى قال، لكن مش هي دي اللي هتخلينا نعمل التقييم النهائي للفرقه. مظبوط. ده ماتش يعني بتلاعب اضعف فرقه في المجموعه. الاداء ما كانش على اعلى مستوى، لكن في ايجابيه كويسه قوي جدا بالنسبه لنا. انك كنت مغلوب
الشوط الاولاني وبعدين تعادلت وفي اخر الماتش كسبت. ده معناه ان انت عندك اصرار انك تحقق المكسب، رغم ان الاصرار بتاع اللعيبه في المباراه ما كنتش حاسه قوي. يعني صحيح. المفروض انا كمصر والنجوم الكبار اللي شراسه اكتر لازم تكون اعلى من كده بكتير. الضغط على الخصم ما كانش بشكل جيد، مع انها فرقه المستوى بتاعها متوسط، يعني مش هنقول ضعيف ولا حاجه، اقل من المتوسط. لكن لما تبص الارقام بتاعت زيمبابوي في كاس العالم للتصفيات بتاعتها، طلع الاخيره في المجموعه بتاعتها، لعبه اخر 12 ماتش جابها 5 اهداف، دخل فيها 12 جول، ففرقه مش قويه خالص. لكن كون انك كسبت ده حاجه كويسه. لكن المفروض الفتره اللي جايه، الماتش اللي جاي هو اللي هيحدد الى حد ما بنسبه انت المرحله اللي جايه هتوصل لفين. عظيم. كابتن اسماعيل. مبروك طبعا. مكسب مهم في البدايات، وانا دايما ما ببصش للاداء في البدايه. يعني مباراه امبارح المغرب مع جزر القمر في الشوط الاولاني، المغرب ما كانش بالمستوى، صحيح. ضغوطات وليه. انما انا اللي مقلقني بعض النقاط الفنيه داخل الملعب. يعني النهارده سوء اتخاذ القرارات الهجوميه داخل ال 18 دي نقطه علامه استفهام، لان في لعيبه كبار زي صلاح وزي مرموش، كور عايزه ركن بس يا كابتن مصطفى اللي احنا اتكلمنا عليه، بتتلعب بقوه فوق. يعني دي نقطه. النقطه الثانيه برضو الوقفه الدفاعيه بتاعتنا مش مظبوطه. حسام مع ياسر اول مره يلعبوا مع بعض، متفاهمين، الوقفه مش مظبوطه. ودي نقطه مهمه جدا، اول مره يلعبوا رسمي مع بعض. ففي حاجات في وسط المكسب تتعدل للمباريات اللي جايه. لكن منتخب فرض شخصيته، فرض شخصيته من اول دقيقه لاخر دقيقه، من اول دقيقه لاخر دقيقه، ضيع اهداف، ودي نقطه برضو تدرس فيما بعد. خد بالك يعني الارقام كلها نسبه الاستحواذ وان سايد جيم، يعني 70 او 77 ل 23. الفرص 7 فرص لينا، 0 ليهم. المحاولات 34,000 فرصه لينا مثلا قصاد 8. تسديدات على المرمى 11 قصاد 3. تسديدات من داخل منطقه الجزاء، انت مسدد من داخل منطقه الجزاء، كنت بتلعب في بيت زيمبابوي. 24 مقابل 4. اللمسات داخل ال 18 عندهم 49 لمسه المنتخب. انت عايش هناك، خلي بالك. فخد بالك على قد ما ده مردود ايجابي، على قد ما حاجه سلبيه. ده حاجه سلبيه برافو عليك طبعا، ان انت مضيع كتير. وطريقه اللعب اللي احنا لعبنا بيها كابتن مصطفى النهارده لا تتناسب مع امكانيات الفرقه المنافسه. صح. يعني كابتن مصطفى قال على امام كان في 30 دقيقه دول كان كويس جدا، وراح للجول مرتين 3. والفرقه دي مش مستحمله ان انت تلعب باثنين ديفندر. انا ما فهمتش مستحمله بصراحه يعني. بتاعت امام يعني اكيد محلل الاداء اتكلم مع كابتن حسام ووراه المباراتين اللي فاتوا على اساس ان امكانياتها متواضعه جدا، كان ممكن نستفيد بتشكيله افضل من كده. الحل الوحيد لخروج امام يبقى الجي بي اس بتاعه نور ان هو مش قادر، او لا، في حاجه نقطه ثانيه. انا مش شايفها غير كده. احنا لو شفنا امام عامه، امام بيلعب ايه؟ نص الملعب بيلعب 8. ايوه 8. الشكل العام كان مدينا انطباع احنا بنلعب 4-2-3-1. يعني مروان وحمدي 2 ارتكاز. وانا شايف ان امام ما كانش يلاقي نفسه في الجزئيه ديت، ما يقدرش يلعب 10 اللي هو 10. امام يلعب 8 على الطرف اليمين، على الطرف الشمال، ممكن تديله في وقت من الاوقات حريه حركه. لكن انا شايف امام الحقيقه كان لازم ياخد على الاقل لغايه الشوط الاولاني ويتكلم معاه، وياخد كمان 10 دقائق من الشوط الثاني وتبدا تقيم امام. يعني اكيد النهارده 3 نقاط مهمين جدا جدا جدا. كباتن اتكلموا على نقط كتيره، نقط ايجابيه لازم نعرفها، وانا وكل الكباتن عاشوا البطوله دي. صحيح. البطوله ديت مختلفه شويه، يعني ما تاخدش الانطباع الاولاني ده هيستمر. ايوه. ساحل العاج النسخه اللي فاتت طلعت ثالث المجموعه. ايوه. وخدت البطوله ومشوا المدرب وكملوا وكملوا بالمدرب المساعد، او الفرقه روحت خلاص جابوها من على بالظبط. قد نكون احنا قلقانين شويه من الاداء وده طبيعي. انت بتلاعب من الواضح، احنا اتفرجنا على مجموعتنا النهارده مباراه انجولا وجنوب افريقيا، واضح الفروقات كبيره جدا جدا عن زيمبابوي، فانت بتلاعب اضعف المجموعه وبتطلع 2-1 في الدقيقه 90. ده مؤشر خطر شويه. طيب نعدل ده ازاي؟ الحاجه الايجابيه انك عندك اصرار وحققت النتيجه المطلوبه، لكن في المفروض حاجات فنيه تتعمل كتير قوي في المباراه اللي جايه. افراد ممكن تتغير بشكل كويس، طريقه اللعب تتغير بشكل افضل. الارقام اللي انت قلتها ابراهيم ديت، خلي بالك دي آفة الكره المصريه. اهدار الفرص، اخطاء اولا هجيب من الدفاع، اخطاء دفاعيه.
الساذجه، نقدر نقول ساذجه، واقفه غلط. الشناوي مش موفق خالص في حتى التسديده مش قويه. فانت عندك مشكله في الحته دي من زمان على مستوى الدوري والفرق والمنتخبات. الجزء الثاني انت كمان عندك مشكله في الكره المصريه انك بتخلق فرص كتير لكن ما بتسجلش. صحيح. يعني ايه بتشوط جوه ال 18 اكتر من 20 تسديده؟ يعني 24 تسديده جوه ال 18. جوه ال 18 يعني انت عندك نسبه دي يعني ما فيش فرقه في العالم بتشوط 24 تسديده من جوه ال 18 على الاقل لو 10% هتجيب جونين. بالظبط. يعني لو 10% هتجيب جونين. فده كلها يعني ارقام كبيره بالنسبه لنا، لكن ده مردودها سلبي. لازم الكلام ده يتصلح. ودايما انا شايف البطولات ديت ومع الفرق الكبيره 3 حاجات المفروض يتعملوا. الحاله الدفاعيه لازم تكون قويه جدا جدا. 98 احنا دخل فينا جول واحد بتاع مصطفى هجي، ده مهم. وانصاف الفرص تتسجل. حسام حسن سجل 7 اهداف تقريبا من 10 فرص. ايوه. فدي نقطتين مهمين جدا النهارده ما كانوش موجودين. عندنا بوزيشن في الدفاع سيء جدا. الشناوي مش في حالته، لازم كلنا نعترف بدوت، مش هو ده الشناوي. الجزء الثاني رغم الاستحواذ اللي عدى يمكن ال 75 انت ما عندكش شراسه هجوميه. والاخطر من كده عدد الفرص والتسديدات اللي انت اتيحت امام فرقه ضعيفه عدد كبير جدا وما سجلتش منها. صحيح. كابتن اسامه، يعني